الناس اللي دافعه الورق في البرتغال، الناس اللي دافعه تسويه الوضعيه في البرتغال، عاجل ثم عاجل السونتر الجديد ديال الاميدا كيعطيكم الجديد وكيوافيكم بالجديد. ولا بغيتوا تعرفوا التفاصيل ديال هذا الشيء اسمع الفيديو الى الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اجي استافدو صاحب قناه اجي استافدو، دائما في اطار نشر المعلومه البناءه. نسال الله السلامه والعافيه ومجموعه من البطاقات ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كتعرفوا الخوت الناس اللي دافعوا الورق في البرتغال، اللي دافعين في 2023 2024 وحتى 2022، صيفطوا لهم ميساجات باش يبسموا وباش يجيو باش يكملوا الاجراءات ديالهم ديال تسويه الوضعيه. هذا الشيء اللي تفاجئنا به كان بواحد السرعه كبيره وكان اقبال كبير من عند المهاجرين، ولكن واش هذا الشيء كافي؟ لا، هذا الشيء ما كافيش. من بعد 4 شهور لا 5 شهور ديال البصمه، الناس اللي دفعت شهر سبتمبر وشهر اكتوبر، اليوم السونتر الجديد اللي بصموا فيه الناس كيعطينا جديد. شنو هو؟ 5% ولا 4% اللي شفناهم جاتهم البطاقه، و95% للاسف عطاوهم نوتيفيكاسيون. وهذا الشيء اللي كنتاسفوا له حنايا بزاف ديال الناس معنا هنايا من بعد 3 شهور من بعد 4 شهور 4 شهور كيتسحب لهم ان الدوسي اللي صافي تفيناليزا، وكاين اللي كان عنده الدوسي ابروفي ومن بعد تصدم بالايميل ديالو البارحه بانه جاته نوتيفيكاسيون من عند هذا السونتر الجديد. من بين اشهر لي نوتيفيكاسيون اللي كاينين، ماشي غير الجزائريه ولا المغاربه ولا التوانسه كاملين، عطاوهم الكازي او حسن السيره والسلوك او كريمينال سيرتيفيكيت، عطاوهم بانها خصهم يعاودوا يجيبوها مع الابوستيل ومع الترجمه المحلفه ومع التوثيق ديال النوتير. هذا اول شيء، لان المده اللي دارت ديال التريتمون ديال الدوسي فات 3 شهور، اذا حسن السيره ما بقاتش صالحه، عطاوهم يعاودوا يجيبوها. ياسي واخا دفعوها فاليد. ثاني حاجه، النوتيفيكاسيون المشهوره اللي دايره البوز دابا، ارتيغو 77 اللي لابسونس ديال تيريتوار ناسيونال. ما عرفناش هذا الشيء لمن راجع، واش هما بداو يحكروا مزيان على بنادم ولا بداو كيقلبوا النيف ديال بنادم، ولا ما عرفناش دابا لا بوليتيك وبيان لو تريتمون ديال لو دوسي ديالهم. وثالث حاجه ما بين اشهر لي نوتيفيكاسيون اللي عطاو هو ديال الديسكونت ديال 820، قالوا لهم بانكم راكم كتخلصوا المينيموم. فهذا الشيء حنايا ماشي كنشكر لكم حنا المكتب ديالنا ولا كنشكر لكم يعني شي واحد اخر ولا كنقول لكم ديروا التسريع في المحكمه، ولكن هذه نوتيفيكاسيون اللي تعطاو ما عمرهم ما تعطاو يعني من قبل كانوا يتعطاو، ولكن غير اللي عنده فريمون مونك. دابا الناس كاين اللي فيها الشروط كامله وما عطاوهم هذه لي نوتيفيكاسيون. هذا السونتر الجديد ما فهمناش حنا كيفاش تعامل مع لي تريتمون ديال لي دوسي من بعد اللي كتفات 90 يوم ديال المده القانونيه اللي خصو تريتي فيها لي دوسي. كنتفاجئوا بدي نوتيفيكاسيون للناس اللي من بعد ان اللي كاين الناس معنا عندهم دوسي ابروفي، فاش اتصلنا بالايميل كيقول لك دوسي ابروفي، وكنتفاجئوا بانه عندهم دي نوتيفيكاسيون اللي حنا ما فهمناهمش علاش عطاوهم هاد لي نوتيفيكاسيون. علاش ما تعطاوش ديجا من قبل؟ كاين بزاف ديال الاقتراحات كيقول لك راه هما داروا غير هاد الشيء باش كوم كوا راه كثر عليهم الضغط. كاين اراء اخرى كيقول لك بان راه نظرا للمظاهرات اللي داروا المهاجرين ضد الايما، يعني راه حاولت باش تشدد معاهم يعني الزيار وباش باش كونسا يعني يعني باش تفادى بزاف ديال الضوضاء عليها، لان هي جينيرالمون فاتت المده المصرح بها اللي خصهم يعطيو فيها البطاقات ديال الناس، وكثير من القيل والقال. ولكن في هذا الشيء كامل اللي حنا كنشكروه وكنأيدوه ان الحمد لله يا ربي باقي التسريع عن طريق المحكمه. فكنقول لكم ابشروا خيرا، يعني راه واخا جاتك هاد النوتيفيكاسيون من هنا راه تقدر تجاوبهم، تدخل غير الموقع ديالك سيرفيس بون ايما وتقدر تعاود تصيفط لهم داك الشيء، وراه غادي تحيد لك نوتيفيكاسيون، سواء ديرها انت يعني انت راسك ولا محامي يديرها لك. يعني ما تخافوش الخوت، هذا راه شيء عادي، ما تخافوش ما تقنطوش، هذا اجراء عادي. واخا كيقول لك ان عندك 10 ايام راه تعاود تخرج السجل العدلي ديالك وديروا لابوستيل وتعاود دير واحد 3 ديال ريسيبو ديال لاكتيفيتي ديالك اللي كدير، ودير هذاك الديسكونت ديالك وتعاود تصيفطوا لهم، وراه غادي تحيد لك نوتيفيكاسيون. وهذا الشيء راه بالتجربه الخوت، يعني راه ما تخلعوا ما داشوا. والناس اللي عندها شويه ديال المويان كنقول لكم سارعوا ثم سارعوا، راه باقي شويه ديال الغفله في المحكمه. واخا كيتعطلوا دابا في لي رونديفو ما بين شهرين حتى شهرين ونص نظرا للضغط الكبير، ولكن التسريع عن طريق المحكمه الا كانوا فيك الشروط الاساسيه ديال الديسكونت، الا ما كانش عندك فيزا او الا كانت عندك فيزا كما كتعرفوا 12 شهر اللي حراك ولا اللي تسالت له فيزا عاد حط ولا 6 اشهر او اقل الناس اللي عندهم فيزا، فراه كيعطيوكم البطاقه بدون اي مشكل. يعني عندك ما بين ب 15 يوم حتى شهر ونص كتجيك البطاقه ديالك. حنا في هذا الشيء راه كنعطيكم غير معلومات، ما كنشكروا لكمش راسنا ولا كنقول لكم خدموا معنا، عطا الله المكاتب عطا الله المحاميين، حنا كنوافيكم بالجديد. وكاين ناس خداو البطاقه ديالهم في هذا السونتر ولكن ماشي بكثره، كاين لا قليله وغزهر كتصيب نفس الدوسي، هذا عطينا نوتيفيكاسيون هذا ما عطيش نوتيفيكاسيون. يعني واش الروبو اللي دار داك الشيء ولا فريمون كاين مشاكل، لان لي نوتيفيكاسيون كيتشابهوا. حنا الله اعلم ما فهمناش هذا الشيء. المهم في هذا الفيديو اجيو نستافدوا 11 اللي بغى يتواصل معنا ويخدم معنا راه ما بقاش، اللي بغى ينقذ راسو ولا كانوا عنده شويه ديال المويان يدير تسريع عن طريق المحكمه، راه واخا بصمتي في هذاك راه عندك الحق دير تسريع في المحكمه. سارعوا ثم سارعوا، عاجل ثم عاجل، الحاضر يعلم الغايب، اللي باقي ما قدرش الغرض يقضي، واللي بغى يبصم في هذا السونتر الجديد الله يسهل عليه.
غا هو هانتوما شفتوا من بعد 4 شهور 5 شهور الناس كتوصل بلي نوتيفيكاسيون اللي ما عندها لا اساس راه الله اعلم. حنا كيبان لنا داك الشيء لوجيك، كاين لي دوسي ابروفي وكيصيفطوا له نوتيفيكاسيون. المهم الصلاه على النبي وتحيه طيبه، وحنا رانا في احسن الاحوال. الناس اللي كتسول علينا فين غبرنا ما غبرنا فين، السوشيال ميديا راه عياتنا بسيشيكمون وفيزيكمون. حنا ولينا كنخدموا على قد المستطاع. الخوت المساعدين حنا دائما راه معكم بجميع المساعدين، وحنا رانا معكم في السراء والضراء الى ان يرث الله الارض وما عليها. اجيو استافدوا ديما معكم، والصلاه على النبي. وشكرا وتبارك الله عليكم. اللي بغى يتواصل معنا اجيو استافدوا 11 خلي لنا رساله غادي نتواصلوا معك. ربي وسنه سعيده بالنسبه للامازيغ. ازكاسا مباركي ازكاسا باينو، تبارك الله عليكم والله يسهل عليكم.